اسلوب دعاية حقير ورخيص جدا، وما كنتش اتوقع انه يطلع من فنانة كبيرة زي ياسمين عبد العزيز. من كام يوم الفنانة ياسمين عبد العزيز نزلت بوست على صفحتها الرسمية ان في ناس عاملين لها صور بالاي اي بملابس غير لائقة او ملابس عريانة، وقالت انها هتقاضي الناس دي وهتاخد اجراء قانوني ضدهم، وقعدت تدعي وتقول اللي يعمل لها الصور دي تشوفه في امك واختك وبنتك. واخوها طلع يقول هنجيبه يعني هنجيبه، والشعب المصري كله تعاطف معاها. وانا واحدة من الناس اللي طلعت وعملت فيديو وقلت لازم نحمي بناتنا من اللي بيحصل، ولازم يبقى فيه وقفة مع الناس اللي بتستخدم الاي اي في التشهير بالبنات سواء بصور او بفيديوهات. لازم يبقى فيه وقفة مع ده. كل الناس تعاطفت معاها. ولكن امبارح ياسمين عبد العزيز نزلت بوست تاني بتقول ان اللي كان عامل الحملة دي ضدها هو طليقها اللي هو الممثل خالد سرحان في مسلسلها اللي نازل في رمضان. هنا بقى كانت الصدمة للناس كلها. معقول ياسمين عبد العزيز تستخدم المستوى الرخيص والحقير ده في الدعاية لمسلسلها، تشوه صورتها وتقول ان اتعمل لها صور عريانة علشان ده يبقى دعاية للمسلسل؟ وناس بقى اتهمت احمد العوضي وقالوا لك هو اللي عمل لها الصور دي، مع ان الناس عارفة ان هو ابن بلد وما يعملش كده يعني. بس انا عايزة اقول انتي اكبر من كده بكتير. يعني ايه اللي ينزلك للمستوى ده؟ انتي في العادي اصلا مسلسلك بيحقق نجاح ونسبة مشاهدة عالية جدا من غير اي حاجة. ايه اللي يخليكي تنزلي للمستوى الحقير ده؟ قولولي رأيكم في اللي حصل وبس.